ايه ده ايه ده ايه ده، ايه الجمال ده. يلا بقى نعمل الغدا النهارده. بصوا الجمال والحلاوه، بصوا الرز المصري الجميل. النهارده هنعمل طريقه الفاصوليا الخضراء واللحمه والرز المصري الحبايه والحبايه. وفي نفس الوقت هنعمل برضو جوه الفيديو طريقه تخزين الفاصوليا الخضراء. هتفضل معاكي خضراء ومقرمشه طول السنه. لو عايزه الطريقه والتفاصيل كملي باقي الفيديو. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على خاتم المرسلين. النهاردة هعمل معاكم الفاصوليا الخضراء. هنطبخها وهنخزنها في نفس الوقت. هنعمل فيديو للتخزين، طريقتها سهلة جدا. بصوا اهي مغسولة ومتقطعة. الفاصوليا دي مفيدة جدا جدا، هي مهدور حقها يا جماعة والله، بس هي حلوة جدا. هعمل معاكم الأول فيديو التخزين. هنا بقى هنجيب حلة نحط فيها زيت، مش كتير، احنا هنشوح بس مش هنغليها، فبنحط زيت ونديها بقى ايه تقليبتين كده حلوين. هنفضل نقلب فيها لحد ما لونها يدي اخضر خالص، اللي هو يعني يبان خضرها اكتر حاجه. هي دي الخطوه المهمه وهي دي الخطوه الاساسيه. احنا ما بنحطش ميه، احنا بنشوحها بس في زيت خفيف خالص. هو ده اللي هيحافظ عليها ويخليها مقرمشه معاكي في الفريزر من السنه للسنه. ده احسن وقت للتخزين الفاصوليا، لان هي لسه طالعه، بتبقى الحبايه خضراء. بصوا بتبقى عامله ازاي، بتقطم بطريقه حلوه قوي، اللي هي بصوا خضراء مش فاضيه من جوه. بصوا عامله ازاي كده اهي. ده احلى وقت للتخزين. هنقلبها، نفضل نقلب فيها دقيقتين كده لحد ما لونها يدينا الاخضر. احنا مع بعض واحنا بنقلب اهي. بصوا ابتدت تاخد معانا اللون الاخضر اهو اللي احنا عايزينه. لسه بس شويه اما كل لون يبقى متوقع. بصوا نفضل نقلب لحد ما تاخد ايه كلها اللون اللي هو الاخضر ده. هي بتاخد 3-4 دقايق على النار كل في التشويق دوت. هو ده اللي بيحافظ عليها ويخليها خضرا طول السنه. اهي خلاص كده خلصت معانا. بصوا اللون عامل ازاي، بصوا قارنوا اللون بين الاول ودلوقتي هتلاقوا في اختلاف شاسع، ان هي الخضار ظهر جامد. هو ده اللي انا عايزاه. هنسيبها تبرد وهنعبيها في الاكياس ونشيلها من السنه للسنه. ما تقلقوش، هتفضل خضره معاكم وهتطلع مقرمشه جدا. احنا ما سلقناهاش، ما حطيناش عليها اي حاجه غير ان احنا شوحناها بس في حاجه بسيطه خالص من الزيت. بصوا تحفه جدا. هسيبها تبرد وهنكمل مع بعض. هنا بقى هعمل الشوربه. معايا هنا ورق لورا، فلفل اسود، حبهان، مكعب مرق. هنزل بقى بالميه السخنه. بصوا هنا الشوربه بتغلي بقى. هنزل ببصلايه، طماطمايه، هنزل بقى باللحمه معانا. بسم الله. هنا هقول لكم على حاجه حلوه قوي هتعملوها، هتخلي الشوربه مميزه ولونها فاتح جدا. واحنا بنسلق اللحمه هنعصر معاها ليمونه، بتخلي طعمها حلو جدا، بتخلي الشوربه فاتحه قوي. جربوا الخطوه دي هتطلع جميله جدا معاكم. هنعصر الليمونه. هعصر هنا بقى الليمون. ده هيخلي نسبه الريم اللي تطلع هتبقى اقل، وهتخلي الشوربه فاتحه جدا عن تجربه. بصوا هتغلي بس غلوتين كده وهوطي عليها تستوي براحتها ونكمل باقي الطريقه. ادي اللحمه معانا غليت اهي، هنوطي عليها ونسيبها على نار هاديه خالص تستوي. تمام. هنا بقى في حله على النار هنزل ببصلايه ومعلقه سمنه، وهشوح البصلايه كده تاخد بس لون بسيط. البصلايه بس تاخد لون بسيط كده، وانزل عليها بالفاصوليا بتاعتنا تتشوح معاها تشويحتين، وننزل بعد كده بالصلصه. انا هنا بحب استخدم سمنه بلدي بصراحه، بتفرق في التيست حلوه قوي، بتدي طعم ليها حلو قوي. واللي عندكم المتوفر كله حلو الحمد لله. هنا البصله خدت معايا لون. بصوا هنزل بقى بالفاصوليا بتاعتي هقلبها معاها تتشوح كده. هنا بقى وهي بتتشوح هنزل بقى بحته تومه كده تتشوح معاك وتديها ريحه حلوه قوي قوي.
مش متخيلين الريحه هنا عامله ازاي. ريحه حلوه قوي. بصوا هنا بعد ما خدت تشويحه حلوه بقى هننزل بالصلصه. انا عندي الصلصه انا ببقى عاملاها حطها في الفريزر. لو عندكم فريش يفضل الفريش يبقى طعمه احلى فيه، بس المتوفر عندي اشتغل فيه. هغطي عليها بقى واسيبها تتسبك شويه معاها، وبعد كده هنزل عليها بالشوربه. هنا بقى هنزل بالفلفل الاسود والكمون ومكعب مرقه وبختيل. نقلب بقى. الريحه مش قادره اوصف لكم عامله ازاي. تحفه 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 تحفه، حلوه جدا يا جماعه والله. الاكله دي مفيده، يا ريت تعملوها للاولاد. حلوه قوي ومفيده وصحيه جدا. هنزل بقى بالشوربه، شوربه اللحمه. تحفه. هغطي عليها واسيبها تستوي. بصوا بقى خلاص عدينا الاكياس، ودينا هي دي اللي احنا هنفرزها. بصوا خضرا ازاي. جربوا الطريقه دي، انا مجربها بقالي سنين، بتطلع خضرا جدا ومقرمشه جدا جدا، ما تقلقوش منها خالص. هي دي الطريقه الصح والمظبوط لتخزين الفاصوليا الخضراء، وما تنسوش ان ده اوانها. تمام اهي، جربوها وادعوا لي بقى. هنا بقى هنعمل الرز. معايا زيت، معلقه سمنه، هنسيبهم يسخنوا، وننزل بحبه كده من الرز البلدي المغسول. هناخد حبه صغيرين كده، احنا هنعمل رز حبه وحبه اللي هو الرز المصري. كده كفايه. هنا الكميه مش محدده، انتوا تعملوا الكميه اللي انتوا بتعملوها على العادي بتاعكم. اهي هنفضل نقلب فيه لحد ما ياخد اللون الذهبي. اهو وصل معانا اللون الذهبي. بصوا انا مش عايزه اغمق من كده، بس كده حلو قوي. هنزل بقى بالرز، باقي الرز. اهو هننزل بقى بالملح. احنا اهم حاجه التشويحه هنا بتفرق، ان احنا الرزايه كلها، كل رزايه موجوده بتبقى متغلفه بالزيت، فبالتالي ما يعجنش منك. هننزل بقى هنا كده بكوبايه شوربه. انا هحط هنا شوربه بس مش كتير، مش هحطها كلها شوربه، وهكمل الباقي السقيه بالميه. اللي عايز يسقي شوربه بس براحته، بس انا علشان انا ما بحبش احط الشوربه كتير علشان ما تغمقش الرز. الرز معانا دول 3 كوبايات رز عليهم 3 كوبايات ميه. بصوا التست اهو بتاعنا بتاع كل مره اهو، ان الميه تيجي هنا اهي كده. لو مش عارفين تعملوا دي، بنحط صباعنا في الرز عند اول الرز، بيجي اول عقله هنا كده. تمام. اول ما يتشرب هنوطي عليه ونسيبه تلت ساعه بالظبط بيكون استوى. وخلاص خلصنا اكلتنا الجميله. بصوا الجمال والحلاوه. بصوا الفاصوليا، وادي اللحمه. بصوا الشوربه فاتحه معانا ازاي، احنا لسه ما عصرناش الليمون. بصوا عامله ازاي حلوه جدا. ودي معاها سلطه خضراء، اللي انتوا عايزينه. عايزين مخلل دي اختياري. بصوا الرز بتاعنا، الرز المصري حبايه وحبايه. بصوا الرز مفلفل ازاي، عشان مقدار الميه مظبوط، وعشان الايدام بتاعه مظبوط، الايدام اللي هو الزيت والسمنه. بصوا بقى الاكله دي مهدور حقها والله. جربوا الطريقه، واحلى لايك وشير، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.